عارف ايه اصعب شعور ممكن تحس بيه بعد ما تشتري موبايل جديد؟ انك تكتشف ان حرفيا اللي في ايدك حته خرد، واكيد كل اللي هينزل الفتره الجايه من تحديثات وبالاخص الاي اي مش هتكون موجوده عندك ومش هتعرف تستفاد بيها. ساعتها هتحس انك ضيعت فلوسك وتعبك. بس ما تقلقش، النهارده جاي اقول لك على 3 موبايلات لو فكرت تشتريهم فانت حرفيا بترمي فلوسك في الارض. فركز معايا عشان الكلام ده هيوفر عليك كتير قوي، وصدقني مش هتسمعه في اي حته تاني. وطبعا مش محتاج اقول لك انزل اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه قبل ما نبدا، لان عارف انك هتنزل لوحدك. ويلا بينا. خليني اقول لك ان سوق الموبايلات في مصر والوطن العربي بقى غريب حبتين. المحلات لسه بتعرض موديلات من سنتين وثلاثه وتلاقي بيقول لك ده لقطه، والحقيقه انها ورطه. التكنولوجيا دلوقتي بقت بتجري بسرعه مش طبيعيه، والذكاء الاصطناعي بقى بياكل الهاردوير القديم اكل. فلو موبايلك مش مستعد للتحول ده فانت شاري حته حديده بتنور حرفيا. خلينا ندخل في المهم ونبدا باول فخ لسه بيتباع لحد النهارده على انه ملك الفئه المتوسطه، الايفون 13. وانا عارف ان انا كده خبطت في عش الضبابير، وهلاقي واحد طالع لي دلوقتي ازاي يا عم ده ايفون؟ بص يا غالي، وده علشان انا بحبك، بس تعال نتكلم بالعقل شويه. الايفون 13 في 2026 هو حرفيا جد الاصدارات بتاعت ايفون. احنا داخلين على ايفون 18 وانت لسه بتفكر تشتري موبايل بشاشه 60 هرتز. 60 هرتز يا مفتري في 2026؟ خليني اقول لك ان في موبايلات ارخص منه بكتير وبتنزل بالشاشة 120 هرتز. وخليني اقول لك ان المشكله مش بس في الشاشه، تعال للبطاريه اللي بقت بتنهج من اول نص ساعه حرفيا، ولا مدخل الشحن اللي انقرض خلاص وبقت بتلف بشاحن مخصوص ليه زي الاثار. والاهم بقى التحديثات. الايفون 13 فاضل تكه ويخرج بره حسابات ابل تماما في ميزات الذكاء الاصطناعي الجديده. لو اشتريته دلوقتي عشان اللوجو اللي ورا فانت بتشتري تذكره لظهور الماضي بفلوس المستقبل حرفيا. فحرام تدفع فيه مبلغ وقدره وانت ممكن تجيب موبايل بنفس السعر تقريبا او اقل كمان ويكون احسن منه بكتير. وخليني اقول لك سيبك من ابل وشاكيتها بقى، وتعالى نروح للعملاق الكوري اللي لسه بيبيع لنا وهم في علبه شيء. خليني اقول لك بصراحه، الموبايل ده كان البرنس في وقت من الاوقات، بس في 2026 الجالاكسي اي 54 بقى عباره عن دفايه حرفيا. فلو بتفكر تشتري دلوقتي عشان لقيت عليه عرض في اي حته فاهدى شويه واسمع مني وتعالى علشان عاوزك. الموبايل ده بيجي بمعالج اكزينوس 1380. المعالج ده في الصيف بيسخن لدرجه انك ممكن تقلي عليه بيض حرفيا. مع التحديثات التقيلة بتاعت 2026 الواجهة بقت تقيلة جدا عليه. وتخيل بقى انك تبقى دافع مبلغ محترم وتمسك موبايل بحواف شاشة تحس انها جاية من العصر الحجري. ويا سلام بقى لما الموبايل يعمل لاج وانت بتقلب في الستوري. طب ليه تعمل في نفسك كده؟ والاي 55 والاي 56 نزلوا وحلوا مشاكل الحرارة تماما وبنفس السعر تقريبا. خليني اقول لك ان الاي 54 دلوقتي هو موبايل مجهد حرفيا، هيديك تجربة استخدام تخليك تكره الاندرويد كله. صدقني ده فخ المحلات اللي عايزة تصفي المخازن، فما تبقاش انت الضحية. طيب سيبنا من ابل وسامسونج وتعالى بقى للوحش اللي المواصفات بتاعته بتخدع اي حد بيقرأ ورقة الامكانيات. شاومي ملكة القيمة مقابل السعر. بس الريدمي نوت 12 برو في 2026 ده المقلب الأكبر. هيقول لك كاميرا 108 ميجا بكسل، وهيقول لك شحن طيارة ومش عارف ايه، بس تعالى أقول لك على الحقيقة المرة. السوفت وير هنا بقى مشكلة صدقني. شاومي نقلت كل طاقتها لنظام الهايبر او اس الجديد والموديلات الجديدة، والنوت 12 برو بقى الابن المنبوس تقريبا. الموبايل ده معالجه دايمنسيتي 1080، والمعالج ده بقى بيعافر حرفيا عشان يشغل معاك الألعاب التقيلة أو أي برنامج تقيل. وتعالى بقى اقول لك على اكبر مشكله هتقابلك هنا، وهي السنسورز، الحساسات اللي بتعلق والمكالمات اللي بتفتح في ودنك والبطاريه اللي كفاءتها بتقل بسرعه الصاروخ بعد اول سنه استخدام. الموبايل ده كان ممتاز في 2023 وممكن نقول مقبول في 24، لكن 26 ده استثمار فاشل حرفيا. سوق المستعمل غرقان بيه، وده معناه ان هتلاقي سعره في الارض. فلو اشتريته انت عارفين بتشتري موبايل قيمته بتقل 50% مجرد ما تفتح الكرتون. بص يا صاحبي، القاعدة في 2026 بسيطة قوي. ما تشتريش موبايل بقاله أكتر من سنتين في السوق مهما كان سعره مغري. ليه؟ لأن الشركات دلوقتي بقت بتصمم موبايلات بعمر افتراضي قصير قوي عشان تضطر تغير. وعاوز أقولك إن الموبايلات اللي قلنا عليها دي مش وحشة كأجهزة، هي وحشة كقيمة مقابل اللي بتدفعه دلوقتي. وفي النهاية لو معاك الميزانية دي روح للموديلات الأحدث بسنة واحدة حتى لو تدفع زيادة بسيطة، أو بص على الموبايلات الفلاج شيب كيلر من الشركات اللي طالعة جديد. المهم ما تخليش صاحب محل يقنعك ببواقي مخازن ويقولك ده أحسن من الجديد. ودلوقتي انا قلت اللي عندي وضميري تقريبا ارتاح. قول لي بقى في الكومنتات، هل في موبايل انت اشتريته وندمت عليه؟ او ايه الموبايل اللي انت شايفه مقلب في 2026؟ انا بقرأ كل الكومنتات وهرد عليك اكيد. وما تنساش بقى لو عجبك الفيديو ده اخبط اللايك المتين واشترك في القناة عشان لسه في حلقات جاية هتعجبك قوي. اشوفك الفيديو الجاي. سلام.